المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أعزائي المشاهدين، تحياتي لكم وشكرا على الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنواصل الرحلة معكم. موضوع هذه الحلقة حول القرار الأخير ديال مجلس الأمن على الصحراء المغربية، نهاية أطروحة الانفصال وبداية مرحلة الحسم الدبلوماسي. اللي وقع في مجلس الأمن هذه المرة ما كانش عادي نهائياً. الجزائر تفاجأت، البوليساريو تصدمت، والمغرب أربح واحدة من أقوى المعارك الدبلوماسية في التاريخ الحديث بلا ما يطلق حتى رصاصة واحدة. الصحراء المغربية ما بقاتش مجرد ملف مفتوح في المكاتب الدولية، ولات اليوم في قلب تحول كبير، تحول كيشهد عليه العالم كامل وكيأكد أن الحل النهائي قرب بزاف. في أكتوبر 2025 خرج قرار جديد من مجلس الأمن جدد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي، ولكن المضمون ديالو هاد المرة كان مختلف كلياً. هاد القرار قالها صراحة: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي الوحيد. ما بقاتش لغة المراوغة، ما بقاتش خيارات متعددة. مجلس الأمن أرسم الخط بوضوح: حل سياسي واقعي ومتوافق عليه، وهذه الصيغة بالضبط هي اللي كيدافع عليها المغرب منذ 2007. شنو تبدل في القرار الجديد؟ القرار الجديد جاب لغة حازمة وذكية، ما بقاش كيهضر على تقرير المصير ولا على الاستفتاء، بل ركز على التوافق والواقعية. يعني الأمم المتحدة رسمات رسمياً أن الطريق الوحيد هو إطار الحكم الذاتي المغربي. هاد شي كيعتبر انتصار دبلوماسي كبير للمغرب وحسم نهائي لأوهام الانفصال اللي كانت كتعتمدها البوليساريو والجزائر باش تماطل في الحل. مراحل التصويت والموقف الغريب ديال الجزائر. القرار داز من عدة مراحل داخل مجلس الأمن، بدأ بالمشاورات المغلقة، ثم النقاشات المفتوحة، وأخيراً التصويت الرسمي اللي دار ضجة كبيرة في الكواليس. أمريكا، فرنسا وبريطانيا دافعوا بقوة على المقترح المغربي، وأكدوا أن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد اللي ممكن يضمن السلم والاستقرار في المنطقة. وفاش جا وقت التصويت، الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء صوتات لصالح القرار، وما كان حتى صوت معارض واحد. أما الجزائر فكالعادة دارت نفس الحركة، الغروب من التصويت، يعني لا عندها الجرأة تقول نعم ولا عندها الشجاعة تقول لا. هذا الموقف ماهوش حياد، بل دليل خوف وضعف وحسابات دبلوماسية خاوية. الجزائر كانت عارفة إلى عارضة القرار غادي تبان قدام العالم كطرف كيعرقل الحل السياسي، وإلا وافقت عليه غادي تعترف ضمنيا بسيادة المغرب على صحائها، فاختارت طريق الهروب وخلات القرار يدوز بالإجماع بصفر معارضة. وهنا بصراحة وقعت الهزيمة الدبلوماسية الكبرى للجزائر، ما بقاتش كتقود النقاش، ما بقاتش كتأثر، ولات غير متفرجة على قرارات كتصدر ضد رغبتها وهي ما قادرة تدير والو. دور المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا. القرار عطى المبعوث الشخصي للأمين العام صلاحيات محددة وواضحة، أنه يسير العملية السياسية فقط في إطار الحكم الذاتي المغربي. يعني ما بقاش عنده الحق يطرح أفكار جديدة ولا يرجع للنقاش ديال الاستفتاء. دابا المسار الأممي ما بقاش مفتوح، راه محدد ومغلق في طريق واحد: كيفاش يتفعل الحكم الذاتي على الأرض وبمشاركة كل الأطراف المعنية. وهنا كيتأكد أن الأمم المتحدة ما بقاتش كتعامل مع الانفصال كخيار، بل كوهم خارج المسار الأممي. الطبيعة القانونية ديال القرار جاء تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، يعني قرار سياسي وتوصيوي، ما فيش عقوبات مباشرة، ولكن عنده وزن دولي كبير، خصوصاً من اللي يكون بالإجماع ديال القوى العظمى. بالتالي أي رفض أو تملص من الجزائر أو البوليساريو غادي تفسر بأنه رفض لإرادة المجتمع الدولي كامل، وغادي يزيد يعزلهم دبلوماسياً أكثر فأكثر.
وفي حال إذا استمر التعنت ولا بدأ التهديد بالسلاح من طرف البوليساريو، الأمم المتحدة تقدر تنقل الملف للفصل السابع اللي كيعني تهديد للسلم والأمن الدوليين، وساعتها تقدر تفرض عقوبات أو حتى تصنف البوليساريو كتنظيم إرهابي، خصوصا مع التقارير اللي كيربطوهم بشبكات تهريب السلاح في الساحل الإفريقي. قوة المغرب الدبلوماسية. المغرب في هذا القرار خرج منتصر في كل الجوانب. أولا، مجلس الأمن تبنى اللغة ديالو بالحرف. ثانيا، الدول الكبرى كاملين أمريكا، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، إسبانيا أكدوا أن الحكم الذاتي هو الحل الواقعي. وثالثا، المغرب كيبين في الميدان أنه فعلا مطبق الحكم الذاتي، انتخابات، مشاريع، بنية تحتية وتنمية في العيون والداخلة وكل ربوع الصحراء. المغرب اليوم كيمشي بخطين متوازيين، خط دبلوماسي عالمي وخط تنموي داخلي، وهذا الشيء اللي عطاه القوة، لأن العالم ما كيبغيش الشعارات، كيبغي النتائج الملموسة. اللجنة الرابعة وسحب الملف مستقبلا. القضية ديال الصحراء ما داخلاش في تصفية الاستعمار، بل في الوحدة الترابية ديال المملكة. اللجنة الرابعة اللي كانت كتكلف بملفات الاستعمار ولات اليوم عندها دور شكلي فقط في هذا الملف، والمغرب كيعمل بذكاء باش يحيدها نهائيا. القنصليات اللي تفتحات في العيون والداخلة والاعترافات الدولية المتزايدة كلها خطوات كتخلي الملف ما بقى عنده حتى معنى في هذه اللجنة، وسحب الملف نهائيا من اللجنة الرابعة ولا مسألة وقت فقط، خصوصا أن الأغلبية في الجمعية العامة ولا تميل لصالح المغرب سنة بعد سنة. ردود الفعل من الجزائر والبوليساريو. من بعد القرار بدأت التصريحات الغاضبة كالعادة. الجزائر قالت القرار غير متوازن، والبوليساريو بدأت تتهم الأمم المتحدة بالانحياز للمغرب، ولكن الواقع هو أن ما بقات عندهم حتى ورقة يلعبوها. العالم ما بقى كيسمع المبررات خاوية، والاجتماع الدولي ولا واضح. المغرب هو الشريف الجاد والموثوق، والباقي كيضيع الوقت. حتى الإعلام الدولي دار مقارنات بين بلاد كتخدم وتستثمر في الأقاليم الجنوبية وبين جبهة مسلحة كتعيش في المخيمات على حساب المعاناة ديال الناس. الفرق واضح، والمغرب هو اللي كينتصر بالأفعال. المستقبل. فين غادي الملف من بعد هذا القرار؟ اليوم السؤال ما بقاش شنو غادي دير مجلس الأمن، بل شنو غادي دير الجزائر والبوليساريو بعد ما تسدات عليهم كل الأبواب. واش غادي يرضاو يدخلوا في المفاوضات في إطار الحكم الذاتي، ولا غادي يستمروا في المواجهة والعناد حتى يوصلوا للعزلة الكاملة؟ الأمم المتحدة عطاتهم فرصة أخيرة، والمغرب واضح، اللي بغى يتفاوض مرحبا، واللي بغى يبقى في الأوهام غادي يضيع وحده. من طنجة للقويرة كلمة واحدة، اليوم ما بقاش الشك، اللي عطاه الله راه باين. الصحراء مغربية والمغرب صحراو. المغاربة من طنجة للقويرة متوحدين على كلمة واحدة، وكيأمنوا بأن المعركة اليوم ماشي عسكرية، بل معركة دبلوماسية وتنموية، والمغرب فيها كيربح بالهدوء، بالرزانة وبالقوة الذكية. القرار الأخير ديال مجلس الأمن ما كانش مجرد تمديد لبعثة أممية، بل كان إعلان رسمي بأن مرحلة الحسم بدات فعلا، وأن الحكم الذاتي ما بقى فكرة، راه واقع كيتبنى كل نهار. ومهما داروا أو قالوا الحقيقة ما يمكنش تبدل. الصحراء مغربية، والمغرب باقي في صحراو، بثقة وبقوة وبإجماع دولي كيتزاد كل عام. أعزائي المشاهدين، إذا أعجبكم الفيديو المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكتابة التعليق لنواصل الرحلة معكم. تحياتي وإلى اللقاء في فيديو جديد.